يعني طبعا انا عايزه اقول لكم الدور الجزائري كان اكبر بكتير من الفنان ياسر جلال قاله. القصه للفنان ياسر جلال قالها، سواء هي اتقالت له من والده او هو من وحي خياله. فالدور الجزائري فعلا اكبر بكتير وما نقدرش نحصره في الجزء ده بس. ولكن يعني يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه. عمر ما مصر والجزائر، يعني طول عمرنا احنا كمصريين عارفين الدور الجزائري وعارفين الجزائر قد ايه ساهمت بحاجات كتيرة جدا، ساهمت بالجيش وساهمت بالفلوس وساهمت بكل حاجة من بعد 67 على طول لحد حرب 73. دي حاجة مش هنقدر ننكرها ولا حتى الزعماء المصريين نكروها. ولكن بقى في حساسية كبيرة جدا جدا من الشعب المصري في الفترة الأخيرة. يمكن انتوا اخواتنا في الجزائر سواء عارفين او متعرفوش، احنا المصريين بقى بيتساء لنا إساءة غير طبيعية من دول كتيرة جدا، وللأسف بعضها يعني دول عربية، وعلى رأسهم حملة ممنهجة. مش هقول كل السعوديين، من بعض السعوديين، واللي هتتفاجئوا بيه بقى بعض السوريين. يعني يمكن مصر ملهاش حدود مع سوريا، ولكن أكبر بلد عربي استقبلت السوريين هي مصر. ولكن تعالوا شوفوا كده على مواقع التواصل الاجتماعي والناس وهي بتشتم على مصر، سواء السعوديين او السوريين، ويفضلوا يقولوا بقى المصريين الشحاتين بتوع الفسيخ كذا كذا. ففي ناس بتتصيد، فهم يمكن المصريين كل اللي حاملين همه دلوقتي بقى الهجمه بقى التانية، بقى يقولوا ده انتوا الجزائريين حموكوا حما ستات. وفي يعني اللحظه اللي اتكلم فيها ياسر جلال بعديها على طول سمعنا فيديوهات من بعض السعوديين وبعض السوريين، روحوا شوفوا نسائكم اللي لولا الجزائريين وانزال الصاعقه الجزائريه. يعني انا مش عارفه الفتنه دي، يعني ربنا يكفينا شر الفتن، اللهم امين.